النظر انه موسيقى مسروقه مش مسروقه، لكن مش هذا الموضوع الاساسي. للناس اللي تبعت الليله هذيك صار تقديم الغنيه اعتبرت كنشيد خاص بالمنتخب المغربي في البطوله الافريقيه وبقيه التظاهرات الرياضيه اللي شارك فيها المنتخب المغربي اسود الاطلس للمنتج المغربي العالمي ريدوان. الغنيه اسمها مغربي، هيت نسمعوا منها شويه سيد المخرج. وكذا الأغنية اللي كانت تعرضت كما قلت لكم المنتج المغربي ريدوان دعم من فوزي لكجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والفيدراسيون متاع المروك اللي اعتبروها ماهيش في المستوى، وتم تشبيهها أو الكلمة الأصح لهنا اتهام بالسرقة متاع اللحن هذا للنجمة بريتني سبيرز. كانت تفكروا الأغنية كريمينال، أثارت برشا جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية اللي أنتجها ولا كتبها ولا عملها الرضوان ما كانتش بنفس مستوى الاناشيد الرياضية اللي كان ينتجها للفرق الأجنبية، وهذا اللي غشش برشا الجماهير المغربية. في العالم احنا في تونس دايوغ والله بامال دفوا مثلا نمشيو للمقابلات للمنتخب التونسي ما تلقى ما تقول. أعتقد أنه احنا من دورنا زادي كيف نخمموا في حاجات كيما هكا. المشروع عجبني برشا بغض النظر أنه موسيقى مسروقة مش مسروقة، حصريا معناها كانت لهم الحكاية هذايا. والحقيقة أنا هذا رأيي، ما نعرفش انتم شنو رايكم.